واحد السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد خونا من الفقر. تاش من الفقر ترى من التشرد والمباتة في الزناقي هو ولدو الصغير المليونير العاقل. القصه ديالو كانت ملهمه لبزاف د الناس لدرجه انه داروا عليه فيلم اللي خدا جوائز كثيره، وراه تلقى نسبه كبيره منكم تفرجوا ليه، ومع ذلك تفرجوا حتى في هذه الحلقه تقدروا تستافدوا شي لعبه ما تعرف. فلذلك حلوا معايا داك الراس ويلا بينا. كريس غاردنر زاد في 1954 في امريكا. عاش طفوله مكرفصه بدات بالتخلي الاب ديالو عليه من بعد تزوجت امه برجل مدمن الاتصال اللي كان ديما سالخ. ما حبستش المشاكل ديالو هنا، ورجل امه صيفط امه للحبس بتهمه بغات تقتلو. هنا يلقى راسو مليوح في الخيريه لا اب لا ام، تا كتجي البليه وكتعنقو. سي كريس ما لقيتيش اللي يحن فيك وينسيك في همك؟ يا اهلا وسهلا بك في عالمي. هنا كيغرق في البليه تا كيشوف باللي راجل امه اللي ما كانش كيحملو وديما سالخو ولا كيولي بحالو، والبليه اللي على بالو كتنسيه فهمو ما كتزيد غا تغرقو. هنا ضربو الفيقه ويحاول يبدل راسو ما غايشوف غا عمو اللي في الجيش هاني وعايش مزيان. تما مشى للتجنيد من بعد ما كمل الفتره ديالو، تعرف على واحد الجراح عرض عليه يخدم معاه، وبقى هكا خدام معاه في عده مستشفيات ومعاهد وجمع شي حصيصه وقال راه نضربها بشي تزويجه. تزوج ولد وليد كثروا عليه المصاريف، زيد عليها عطيها العلاقات مورا ظهر مراته، وهي تقول ليه الله يعاونك يا سميت. لقى راسو غا هو ولدو اللي كيشوف فيه وكيشوف في راسو الطفوله اللي دوز في الخيريه ما بغاش يدوز نفس داكشي اللي دوز. بقى تيخدم ويكافح ولكن داكشي ما كافيش باش يكري. الامريكان هذيك ابن عمي. فبدا تينعس هو ولدو فاش ما المحطات الحدائق العامه الطواليطات العموميه. حتى لواحد النهار غادي للخدمه حتى كتبان له فيراري واحد السيد باينه فيه العاق. مشى لعندو السلام خويا فاش خدام باش قدرتي دير هادشي؟ وانا نفتحوا واحد القوس اللي فيه جوج انواع د الناس عايشين معنا. الاولين كيشوفوا شي واحد ناجح وواصل كيقول لك خدام في الحشيش وقيلا ضرب شي ورثه صحيحه، اصلا جمع داكشي غير بالنصب والشفاره. بغيت نقول لك ديك الهضره غير كتبرر بها الفشل ديالك وما غتفيدك بوالو. النوع الثاني هما دوك الناس الناجحين اللي تقدر تسولو غير على المقاطعه فين جات ما يجاوبكش، اما تبغي تستافد منه وتسولو فاش خدام يجري عليك بالحجر ويقدر يدايق كاع ما تعرف. ما يبقاش فيك الحاله سميتك حيت مشيتي عند بنادم اصلا ما ناجح، حيت اللي ناجح بصح هو اللي كيقسم المعلومه، وإلا جيتي عنده يشارك معاك كلشي. وهادشي اللي وقع مع كريس. سول داك مول الفيراري قال له انا خدام سمسار في البورصه. للاشاره الانسان يكفي انه يوريك الطريق، ماشي واجب عليه يبقى يدفع فيك حتى توصل. يحطك في الطريق وجري يا بن عمي لا عندك شي سوفل. المهم كريس بدا يقلب على باش يتدرب على هادشي حتى لقى واحد الدوره فابور في شركه او اف هيوتر. بصح المشكله بدون اجر. هنا زاد تكفاست عليه ومع ذلك بقى مكافح لمده عام بدون اجر، وكيبات هو ولدو فاش ما غا باش ما يسمحش فيه في الخيريه. ومن بعد اعوام مورا ديك الدوره قرر يفتح شركه خاصه به لتداول الاوراق الماليه مع مرته السابقه اللي رجعت ليه من بعد ما دار عقله، وبراس مال صغير كيتقدر ب 10,000 دولار. وحققت هاد الشركه نجاح كبير وخلاته مليونير ولا متحدث مشهور كيموتيفي الناس بالقصه ديالو. العبره من هاد القصه ان الحياه ماشي سهله، وعمرها كانت سهله وعمرها غتولي سهله. الحياه دايره بحال شي حلبه وهي المنافس، وكتعطيك تختار يا اما تكون مع المتفرجين يا اما تطلع تقاتل. لا اختاريتي تتفرج فراه انت غتاكل الدق غوا وانت رافع يديك، اما لا اختاريتي تقاتل فخاصك توجد راسك مزيان. ومن توجد راسك مزيان وانت طالع الحلبه تلقى في طريقك الجمهور اللي كيشجعوا الحياه وغادي يحاولوا يوقفوك باش ما شي يضحك عليك شي يسبك شي يبدا يقول لك راه كتغرق راسك راه كتخربق راه ما غتنجحش راه داكشي اللي كدير عمره يوصلك. وصعيب صاحبي صعيب. غادي تاثر فيك ديك الهضره وديك الطاقه اللي كنتي غادي بها غادي تنقص، ودوك الخطوات اللي كنتي كتزرب فيهم باش توصل للحلبه غادي يتقالوا، وغادي تفكر ترجع. بصح لا ما غاديش تحبس وغادي تطلع، ومع الضربه الاولى اللي غادي تعطيها للحياه غادي يبانوا الناس اللي كيشجعوك في الجهه الاخرى. كمل اخويا راك كاين، سير عطي لما ما تحبش. هنا كاع داك الاحباط يمشي وغادي دير اللي في جهدك وغادي تبقى تقاتل بكاع الطاقه اللي عندك، وانت قريب تربح غادي تجي فيك الدقه وغادي تطيح، وكاع داكشي اللي ضربتي وتقاتلتي كتشوف فيه مشى بضربه واحده. وديك الهضره الاولى غادي ترجع تدور في عقلك والشك كيرجع، ومع الحكم كيحسب لي كتسمع الضحك اكثر من الاول. قلتها له ما كيسمعش غير كيخربق. ديك الهضره اللي كانت كتفشلك في الاول هي اللي غادي تفيقك وغادي تحفزك وتعاود توقف على رجليك. الحياه تشوف في عينك وغادي تعرف باللي داك اللي كان واقف في الاول ماشي هو اللي واقف دابا، وديك النظره ديال الشك والخوف اللي كانوا في عينيك تبدلوا. انا غادي تبان لك الحياه سهله وقادر تغلبها، وديك الساعه تنزل على امها بكاع الجهد اللي فيك وانت رابح. غادي تسمع التصفاق من هذوك اللي دزتي من عندهم في الاول، دوك اللي ضحكوا عليك، دوك اللي ما امنوش بك، ماشي كينافقوك ولكن هما بصح ما كانوش غيوصلوا. حيت اهم حاجه في النجاح هي تامن براسك، تامن داكشي اللي كدير، تامن باللي غتنجح. نهار طيح وقف كافح تقاتل موت على الحلم ديالك. هذه هي حلاوتها. كل ما صعبت كل ما تزاد التحدي، كل ما تزاد الصعوبه كل ما كان الوصول عنده قيمه كبيره.